يا مساء الفل على احلى ناس في الدنيا. النهارده الحلقه فيها شويه اخبار مهمه جدا جدا جدا. نبدا حلقتنا بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين، يا رب انصرهم اللهم امين. نبدا حلقتنا النهارده ونقول جواز عتريس من فؤاده باطل. جواز عتريس من فؤاد باطل. فمودست لازم يرحل وجواز عتريس من فؤاده باطل. كله بيطالب ان مودست لازم يمشي من النادي الاهلي، او على الاقل يبقى اخر موسم ليه هو الموسم ده في النادي الاهلي. مش عايزينه يلعب مباريات، عايزين نشوف وسام ابو علي، عايزين نشوف لاعب زي محمد الضوي كريستو اللي من ساعه ما جه الاهلي وهو شارك كام ماتش. احنا مش قادرين نحكم على اللاعب ده لاننا ما شفناش ان هو، ما شفنالوش ماتشات كتير. يعني كولر ما جربش كريستو في الفترات الاخيره او في المباريات الاخيره بطريقه عشان احنا نحكم على اللاعب ده اذا كان يصلح للنادي الاهلي ولا لا. لو تفتكروا معايا من فتره كان القندوسي كان جه الاهلي وبرده كولر اعترض على القندوسي، وبالتالي خرج اعاره لسيراميكا كيلوباترا وتألق هناك، وبالتالي كولر طلب عوده القندوسي. طب ما هو كان معاك القندوسي يا كولر، فالقندوسي هيرجع الاهلي بنسبه كبيره. ولكن اللي انا قصدي اتكلم فيه ان في لعيبه كتير عندنا بتكون حلوه بس ما بتاخدش فرص. طب ما نديها فرص. يعني احنا عمالين ندي موديست تدي موديست تدي موديست. خلاص بقى، يعني شفناه في كل الماتشات وفي كل الاحوال، وحتى صبرنا عليه كتير. يا راجل ده فلافيو مع جوزيه لما جه وصبرنا عليه سنه ما كانش بالشكل ده. يعني ما كانش بالشكل بتاع موديست ده. لا موديست يعني قلنا لاعب بيلعب العاب رأسيات. ما هو في الماتش اللي فات والماتش اللي قبليه جات له كذا فرصه برأسيات. لو تفتكروا في الماتش اللي فات او اللي قبليه تقريبا، عرضيه من محمد مجدي قفشه، عرضيه تحفه، تحفه على دماغ مودست ولوحده قدام الجون، ولعبها بدماغه بره الثلاث خشبات. فانت لاعب قلنا عليه يا جماعه اللاعب ده ما بيلعبش برجله، اللاعب ده بيلعب رأسيات. طب نديله عرضيات كويسه، مفيش فايده. طب بالرجل مفيش فايده. انا شايف ان موديست يفتح كشك وربنا يكرمه احسن من النادي الاهلي الصراحه. الموضوع الثاني معانا النهارده ان الخطيب النهارده بيجتمع مع مارسيل كولر لمناقشه اللي حصل امبارح في لقاء الزمالك والتشكيل الغريب، ويعرف راي كولر في اللاعبين اللي معاه، اللاعبين اللي محتاجهم، اوضاع النادي الاهلي ايه، السفر للكونغو في مباراه مازيمبي. شكل النادي الاهلي امبارح الجماهير معترضه تماما. يعني الشكل بتاع الاهلي بدا يتحسن اما عمل ثلاث تغييرات في بدايه الشوط الثاني، وبالتالي عدل من التشكيل بتاعه، فبدانا نشوف النادي الاهلي باداء كويس. طب ليه يا كولر ما بداتش كده؟ هل انت كان فعلا تفكيرك بالكامل في مباراه مازيمبي؟ طب ما انت عارف يا كولر ان مباريات الاهلي والزمالك وديربي القاهره بتبقى مباراه متشافه جدا، وجماهير الاهلي انت عارف ان دايما كل ماتش بتحب الاهلي يكسب. يعني جماهير الاهلي لو الاهلي تعادل بتبقى زعلانه. فده ماتش قمه يا كولر، فانت جاي في ماتش قمه تجرب عمر كمال وهاني، في ماتش قمه تبدا بموديست. فالصراحه الجماهير معترضه. وحاليا دلوقتي وانا بكلم حضراتكم في اجتماع طارئ من الكابتن او الاستاذ المحترم الخلوق محمود الخطيب بمارسيل كولر. هنشوف هيحصل ايه وهبلغكم اخر التطورات اول باول ان شاء الله. الموضوع الثالث وموضوع غريب قوي، ويعني احنا امبارح كنا اتكلمنا عن ابراهيم نور الدين، وانا بنفسي طلعت في حلقه امبارح وقلت لكم ابراهيم نور الدين قدم لقاء ممتاز، وكان حكم هو والمساعدين بتوعه وحكام الفار كانوا بمستوى متميز. للامانه احنا بنقول اللي لينا وبنقول اللي علينا، فبنقول كل حاجه بما يرضي الله. فامبارح المباراه كانت ممتازه تحكيميا. نتفاجئ ان بعد المباراه يطلع الكابتن ابراهيم نور الدين بتصريحات غريبه جدا. يقول لك ده ماتش عادي، ده بين فريقين في المركز التاسع والعاشر في ترتيب الدوري، ماتش بثلاث نقط. فانت يا كابتن ابراهيم بتتكلم عن النادي الاهلي ونادي الزمالك، القيمه المحترمه للناديين جماهيريا واعلاميا وكل حاجه، تتكلم عليهم بالاسلوب ده. ارجوك راجع تصريحاتك وراجع نفسك، لان كلامك على نادي كبير وعريق، سيد اسياد افريقيا النادي الاهلي، ونادي
الزمالك النادي المحترم القطب الثاني للكره المصريه بالشكل ده، فراجع نفسك. والتصريح ده الصراحه ما عجبنيش خالص، ومستني اسمع رايكم في التعليقات. الموضوع الاخير معانا النهارده هو موضوع، يعني يا جماعه هو احنا في سنه كام؟ يعني احنا في 2024 وعمالين نقول الدوري المصري والكره المصريه وتطوير الكره المصريه. فامبارح في ماتش الزمالك والاهلي انا شفت حاجه يعني ما شفتهاش من سنين، وانا جايب لكم معايا لقطات اتفرجوا عليها معايا. يعني هل بعد كده مطالب كل جهاز فني يجيب معاه الكور بتاعته؟ يعني ايه في ماتش الاهلي والزمالك امبارح ولا الزمالك والاهلي امبارح؟ شفتوا حضراتكم في اخر المباراه لعيبه الاهلي والجهاز الفني بيدوروا على كوره مش لاقيين كور؟ يعني الجهاز الفني واللعيبه بيدوروا على الكور مش لاقيين كور يلعبوا بيها الماتش. هل ده يعقل؟ هل احنا في 2024 وماتش قمه والدول العربيه بتشوفنا والدول الافريقيه وحاجه مشرفه للكره المصريه؟ انت عندك ناديين بيشرفوا الكره المصريه ومتابعين اعلاميا جدا قطبي الكره المصريه، ففي ماتش زي ده ما يكونش فيه كور يتلعب بيها المباراه؟ فالصراحه احداث غريبه جدا. فموقف غريب، موقف غريب، وانا ما عنديش اي رد على اللي حصل ده. ولكن خلينا نشوف الايام اللي جايه هيحصل ايه، والخطيب هيعمل ايه مع كولر. ونتمنى التوفيق لكلا الناديين في مشوارهم الافريقي باذن الله. شكرا لكم، اشوفكم على خير دايما. سلام عليكم. جواز عتريس من فؤاد باطل.